A message from the sky, a mercy for mankind. If you lose your way, we'll always be your guide. Far greater than this world, move mountains with its words. السلام عليكم، اهلا يا جماعه، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا مريم حسام، وعامه بجد انتوا وحشتوني قوي، لاني بحس ان انا بقعد فتره مش بصور بسبب اني بكون مشغوله في حاجات كتير، فسامحوني لو انا مقصره معاكم. الفتره دي انا بنزل كتير قوي، فده اللي مخليني مقصره في شويه حاجات من ضمنهم قناتي. بس النهارده صورت لكم فيديو كنت نصه موجوده في البيت والنص التاني كنت خارجه مع صاحبتي لمعرض الكتاب قبل ما المعرض يخلص يعني. وبسبب ان انا بنزل كل يوم وبيكون ورايا كمان حاجات لازم اعملها في البيت، فعلشان اقدر اوازن بين كل حاجه ببقى محتاجه اصحى بدري اخلص الحاجات اللي ورايا وبعد كده انزل. فده اللي بعمله الفتره دي، وهتشوفوا ده في الفيديو ان انا في اول اليوم هعمل الحاجات اللي ورايا وبعد كده هنزل. فان شاء الله تستمتعوا بالفيديو، ولو انتم مهتمين تابعوا الفيديو لاخره. صباح الخير. في اليوم ده صحيت على الساعة 6 الا تلت كده قبل الشروق بوقت كافي علشان ألحق أصلي الفجر، وعلشان بحاول أصحى بدري وأخلص اللي ورايا بدري زي ما قلت. ورحت غسلت وشي وسناني واتوضيت علشان أصلي الفجر، وبعد كده رحت الأوضة تاني وصليت الفجر الحمد لله قبل ميعاد الشروق بوقت كافي. وبعد كده بقى لما الشروق بدأ يطلع والشمس بدأت تطلع شوية، ده كان شكل السما. وبحب الوقت ده عشان بجد بيكون هادي ومريح نفسيا، وشكل الشروق بيبقى حلو قوي. وبعد كده دخلت الأوضة وبدأت أرتب سريري والأوضة شوية، منه علشان أفوق ومنه عشان الأوضة تكون مترتبة فأقدر أخلص اللي ورايا بشكل أحسن. وبعدين رحت المطبخ وحضرت الفطار بتاعي، ده كان فطاري. وبحاول اقطع جنبه اي نوع خضار علشان منه يخلي طعم الاكل حلو وفي نفس الوقت بيكون مفيد. فقطعت هنا طماطم، ووقت الفطار نفسه علشان ما ازهقش بحب اعمل اي حاجه، اسمع بودكاست ولا اقلب في الموبايل ولا على التابلت. فهنا قعدت اتفرج على فيديوهات يوتيوب شويه. ولما خلصت فطار بدأت أكتب التودو ليست. اليومين دول ما بقتش بكتبها كتير، بس لما بيكون عندي كذا حاجة عايزة التزم بيها خلال اليوم بحب أكتبها علشان أبقى مركزة يعني في الحاجات ومنساش حاجة ورايا وكده. وبقسم كتابة المهام حسب الأولويات، وده الحلو في النوتة دي إن هي متقسمة كده فبتساعدني أعمل ده. فكتبت الأولويات وكتبت المهام العادية. ولاني باخد كورس تركي فبيكون مطلوب مني واجب اعمله، والواجب احيانا بيكون كتير فاحيانا بقسمه يعني على يومين او 3 مثلا. فهنا كان المفروض اعمل واجب في ورق كده بكمل الحاجات اللي مطلوبه مني في الواجب. وبيكون مطلوب مني مثلا اكتب عدد دقائق معينه من بودكاست او من فيديو معين الدكتور بيبعته لنا. فيعني قعدت اعمل الواجب اللي ورايا، هنا كنت بعمل الواجب اللي في الورق وكمان كتبت من بودكاست. وعلى الساعه 9 كده كنت خلصت الواجب بتاعي وخدت بريك، وبعد كده قرأت أذكار الصباح من على برنامج أذكار المسلم عشان ما انساهاش. وغالبا لما مش بقرأها وأنا في البيت بقرأها وأنا في المواصلات أول ما انزل على طول، يعني بيبقى برضو لسه في وقت. وبعدين كنت عايزة أسمع كورس مفيد، ففتحت برنامج معارف أو يعني موقع معارف، واتفرجت عليه على كورس سوفت سكيلز. بس ما كملتوش كله، يعني أنا اتفرجت بس على تقريبا أول فيديو أو 2. وعامة كل فترة باحاول أسمع حاجة زي كده علشان تفيدني في مجالات مختلفة، فسمعته وبعد كده كان عندي حفظ قرآن فجبت المصحف وبدأت إن أنا أحفظ الورد اللي أنا مطلوب مني أحفظه. الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين. ولما خلصت نمت شوية وبعد كده جهزت ونزلت. وانا في المواصلات بحب استغل وقت المواصلات عشان بجد بيبقى في حاجات كتير محتاجة اعملها، فبستغل وقت المواصلات ان انا اعمل شوية من الحاجات دي. هنا كنت قرأت سورة الكهف عشان كنا يوم جمعة، وبعد كده قرأت شوية من كتاب او رواية كنت بقرأها. فبستغل وقت المواصلات لان طالما بنزل كل يوم فالوقت اللي بيضيع في المواصلات ده ممكن اعمل فيه حاجات زي ورد القرآن كده والقراية مثلا. وبعد كده هنا كنت نزلت وفي حتة همشيها لحد المكتبة، وهنا كنت بتمشى في شارع سوتر للي عارفين المكان يعني. فاتمشيت شوية لحد المكتبة وهنا كنت داخلة عليها. والشجرة دي كان شكلها عسول قوي. والمهم ان اليوم ده بجد كان زحمة جدا لان الناس اللي كانت هتحضر الندوة كانوا كتير جدا، ده غير ان اصلا يوم المعرض او ايام المعرض بتكون زحمة اصلا.
وده بيكون شكل المكتبة أيام المعرض، بيكون في حاجات محطوطة كده في كل حتة بتدل على المعرض. بعدين دخلنا المعرض وقعدنا نتفرج شوية على الكتب، وده الدار المفضلة بتاعتي دار عصير الكتب، فقعدت اتفرج واصور كتب شوية، وكان في حاجات فنية تحفة بصراحة، لوحات وحاجات زي كده كانت تحفة، وكان في أنشطة للأطفال حلوة قوي. فبحب قوي الأنشطة اللي بتكون في المعرض كده، بتكون مميزة، واللوحات دي عجبتنا جدا. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. وأمّا رُحت عند دار الكرمة لقيت الرواية اللي كنت باقرأها في وشّي، وقعدت برضه أتفرّج على الروايات التانية اللي عندهم. وأنا عامةً ما كنتش مهتمة أوي إن أنا أشتري كُتب في الوقت ده، على قد ما أنا كنت بس باحب المعارض، فعشان كده باحب أروح أتفرّج عليها، ودي بوابة كده بندخل من عندها. والمهم خدنا ورق علشان نروح القاعة اللي إحنا هنحضر فيها الندوة، كان يوميها ندوة لدكتور كريم إسماعيل، وقعدنا في آخر صف في القاعة حرفيًا، والقاعة كانت كبيرة جدًا وإحنا في آخر صف، فتخيّلوا بقى إحنا فوق فين. وهنا كان خلاص دكتور كريم إسماعيل داخل. والندوة كانت بعنوان بناء الصلابة النفسية، وفعلا كانت حلوة. والحلو انه اصلا دكتور كريم اسماعيل طريقته مبسطة وعلى طول بيتكلم بحاجات من القرآن، فطريقته بتكون مريحة نفسيا قوي بصراحة. وكمان كان في حاجة لفتت انتباهي وعجبتني قوي، ان كان في مترجمة للصم والبكم كانت واقفة بتترجم لهم طول المحاضرة، فدي كانت حاجة حلوة قوي انهم يعملوا حاجة زي كده. ولما خلصنا المحاضرة طلعنا بقى اتمشينا شوية انا وصاحبتي، وبعد كده جبنا شيبس كده مع بعض، وبعدين كل واحدة روحت. وفي المواصلات برضو قرأت أذكار المساء علشان ما انساهاش. وهنا كنت في الطريق ومروحة، وفعلا اتبسطت باليوم لاني اتبسطت ان انا شفت صاحبتي لاني مش بشوفها كتير. وصاحبتي علشان عارفة ان التوكة المفضلة ليا اتكسرت فجابت لي واحدة تانية، فكنت ممتنة جدا، فكل الحب يا دندونة بجد. وزي ما قلت ان انا ما كنتش عايزة اشتري كتب قوي، بس كان في اعداد كده لرجل المستحيل، لو تعرفوا ان انا بقرأ السلسلة دي، فجبت عددين علشان اقرأهم بعد كده. وبس كده، ده كان فيديو النهاردة، اتمنى تكونوا استمتعتوا وانتوا بتشوفوه. شاركتكم الحاجات اللي انا عملتها خلال اليوم بتاعي وانا في معرض الكتاب وكده، فاتمنى تكونوا استمتعتوا، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد، ومع السلامة.